انا حزنان، انا مقهور، انا زعلان ومكسور. تعالى معايا لما شايلك الهم اكتر ما انت ما شايل. في سنه 2007 صدرت لاول مره عمله فئه ال 200 جنيه المصري. كانت عمله قيمتها تخوف، تلف بيها على كذا محل عشان تلاقي فكتها، كل اللي تديها له يتخض منها. بقى انت جاي تشتري حاجه ب 3 او 4 جنيه بتديني 200 جنيه صحيحه؟ كان كيلو اللحمه ما يتعداش الا 40 جنيه، يعني كنت بتجيب اللحمه ب 40 جنيه، وكيلو الرز ب 3 جنيه، والزيت ب 6 جنيه، وطماطم وخضار ب 5 جنيه. وكمان نضيف للحسبه انبوبه البوتاجاز اللي كانت ب 4 جنيه وقتها، ولزوم الترويق على عيالك بقى او على اخواتك. طب حد فاكر كيلو البرتقال كان بكام؟ كان ب 2 جنيه. احسب حسبتك بقى كده، انت صرفت 60 جنيه بس، ولسه فاضل معاك 140 جنيه. النهارده بقى مش عايز افكرك وانت بتشتري فطارك الفول والطعميه والجبنه وبتدفع ال 200 جنيه، بيتفضل منها كام؟ قول يا صاحبي، قول، ما تتكسفش او ما تخافش. يعني عشان نعمل عمله تكافئ ال 200 جنيه بتاعت 2007 محتاجين نعمل عمله فئه ال 2000 جنيه. يا رب صبرنا وعلى العيشه قدرنا واسترها علينا الايام اللي جايه، والواحد يعيش ال 50 60 سنه اللي فاضلين من عمره في سعاده. انا حزنان، انا مقهور، انا زعلان ومكسور.